السلام عليكم، ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير وفي اتم الصحة والعافية. جيتكم اليوم بوصفة الكيك خفيفة ظريفة. هذا وشي والم في هادو اليامات مع كاس عصير مع قهوة العصر. هذا وشي والم. وصفات خفيفة وظريفة تندار في وقفة بدون جهد وبدون يعني مقادير معقدة. ما نطولش عليكم ونروحوا للمقادير وطريقة التحضير. قبل ما نبداو نصلوا ونسلموا على النبي عليه افضل الصلاة والسلام. بالنسبة للمقادير عندنا مقادير جد بسيطة. عندنا هنا زوج حبات بيض. عندي هنا زوج أكياس من الخميرة الكيميائية. عندي كاس زيت وعندي كاس حليب. عندي كاس سكر وعندي ملعقة صغيرة تاع زبدة وعندي لافاني. كما راكم تشوفوا هنايا سهل كلش، يعني سهل ماهل. نجيب الاشوار ديالي ولا واش يكون عندك وندير زوج حبات تاع البيض، الكاس تاع السكر، ونبدا نخلط مليح حتى يبيض معايا الخليط. بعد ذلك نضيف الكاس تاع الزيت ديالي على دفعات، على دفعتين ولا ثلاثة، ونمزج مليح. بعد ذلك نجيب كاس من الفارينة ونزيدو نصف كاس اخر. بعد ذلك نضيفو زوج اكياس تاع الخميرة الكيميائية ونمزج المكونات مليح. بعد ذلك راح نتحصلوا على خليط راح يكون متماسك. واش نديرو؟ نجيب هذاك الكاس تاع الحليب ديالي اللي يكون سخون، ما يكونش يعني سخون لدرجة الغليان، لكن يكون يعني دافي رايح شوية سخانة. كما راكم تشوفون نضيف هذاك الكاس تاع الحليب ديالي على دفعات على هذاك الخليط حتى نتحصلوا على هذا القوام. هنا وصفة الكيك تاعنا راهي واجدة. نجيب المول ديالي، انا اخترت هذا المول. نتوما اختاروا تحبوا مول هذا، تحبوه على شكل دائري لكن يكون صغير تاع زوج حبات بيض. نديرو هنا بابي كويسون بهذا الشكل كما راكم تشوفوا. وبعد ذلك نزيد نجيب زوج قطع صغار من بابي كويسون، نعاود نروح بشويه من خليط الكيك ونلصق في ليكوتي. هكذا يكون المول تاعنا جاهز باش نفرغوا فيه الكيك ديالنا. نفرغوه بالطريقه اللي راكم تشوفوا فيها. بعد ذلك راح نديرو هذه الخطوه، نخبطوا مليح المول تاعنا باش نخرجوا كامل الهواء اللي يكون في الكيك. بعد ذلك هذه الخطوه نجيبو كوردون ونديرو هذه الخطوه اللي راكم تشوفوا فيها باش يجينا هذاك الشق في الوسط تاع الكيك. بعد ذلك نجيب ملعقه صغيره تاع قهوه تاع زبده، نقسمها لقطع صغيره ونحطو في هذاك الشق. بعد ذلك الكيكه تاعنا هنا كنروح للمقطع. الكيكه تاعنا هنايا راح تجينا يعني كيما تاع المحلات بهذاك الشق في الوسط. بالنسبة لمدة الطهي ودرجة الحرارة، أنا تدي لي حتى 40 دقيقة، من 20 دقيقة حتى لنص ساعة. كي نشوفها انتفخت مليح نشعلها من الفوق باش تحمر لي مليح، وإلا شفتها حمرت لي مليح وكامل نقص لها شوية درجة حرارة ونخليها باش نضمن بلي طابت لي مليح من الداخل. التزيين اختياري، أنا زينتها بهادو الورود بشوية كاوكاو محمص ومرحيب وبشوية شوكولاتة اختيني. كانت هذه هي وصفتنا، نتمنى تجربوها وتعجبكم وحضروها لوليداتكم، حاجة خفيفة مع هذه السخانة. أترككم في رعاية الله وحفظه، ومع السلامة في فيديو قادم إن شاء الله.